اهلا اهلا، يلا بينا نعمل جاتو شاتو رهيب. طراوه ملهاش حل وما قدرتش اقاوم. لو اول مره تشوفوني يعني اسمي هدير. يلا بينا نبدا في الوصفه. كوبايه من كل حاجه: كوبايه زيت، كوبايه دقيق، كوبايه سكر، كوبايه حليب دافي، نص كوبايه من الكاكاو الخام، 2 بيض ومعاهم فانيلا والبيكنج باودر. اول حاجه حطينا الحليب مع السكر عشان يدوب. الحليب هنا دافي، ضربناهم كويس، بعدين نزلنا بالكاكاو وهنرجع نضرب تاني. بعد كده بقى هننزل بالزيت، وهنا بقى القوام هيختلف، هيبقى تقيل زي ما انتم ما شايفين. هنا هاخد كوبايه من الخليط وهبتدي ان انا اسيبها على جنب، وهكمل باقي الوصفه. هنحط البيض ونضرب، وكذلك الدقيق والبيكنج باودر انا ضفته كله. تمام. طبعا هنا الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 180، علشان لازم الكيك بتاعنا يدخل على فرن سخن. هنا الصاج بتاعي مبطن بشوية زيت ودقيق، ونزلنا بالخليط وبدأنا ان احنا نسويه كده. وهبتي كويس عشان لو في اي هوا يطلع. دخل الفرن قعد 5 دقايق بالظبط وخرج، علشان كمية الخليط مش كتيرة. قلبناها بقى على الناحية التانية، والكوبايه اللي احنا سيبناها على جنب بتاعه الخلق الصوص ضفناها بقى على الوش. وبدأنا ان احنا بالمعلقه كده او اي اسباتيولا عندك افرديهم كويس جدا. حابه بقى تزينيهم جوز هند، مكسرات، اللي يريحك. انا هنا مصبرتش ان الكيك يرتاح. الكيك هنا كان سخن، لسه سخن، وانا بقطعه من كتر الطراوه بتاعته كان بيتفرفت معايا. شايفين حاجه كده رهيبه؟ تعالوا بقى نطلعه واوريكم شكله. شايفين؟ تحفة. حطيته بقى في الطبق بتاعي. شايفين شكله؟ وطري جدا، رهيب. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.